على خطى ملكة الأندلس الفنانة المغربية أسماء المنور وشقيقها ياسين، دنيا باطمة تختار شقيقتها الكبرى ابتسام لإدارة أعمالها. لنتعرف على تفاصيل الخبر بالفيديو. في أول قرار للفنانة المغربية دنيا باطمة بعد خروجها من سجن الولاية، دنيا تعين شقيقتها الكبرى ابتسام كمديرة أعمال لها. القرار الذي وصفه البعض بالقرار الغير الموفق والذي لا يمكن أن تتنبأ معه إن هو استمر بازدهار المسيرة الفنية للفنانة المغربية دنيا باطمة، فابتسام غير مؤهلة لتولي هذه المهمة غير السهلة. فالفنان هو إدارة أعمال، إن كانت متخصصة ومتمكنة سيكون فنان صف أول لا يعلى عليه، حتى وإن كان ينقصه بعض الموهبة. فهناك إدارة أعمال كانت قادرة على صنع فنان متكامل من لا شيء، وبالموازاة مع ذلك فإدارة أعمال هاوية غير متخصصة وغير محترفة ستخسف الأرض بالفنان الذي تتولاه ولو كان لديه مؤهلات صوتية عالية. فإدارة أعمال الفنان هي شريك استراتيجي وحجر الزاوية في نجاحات الفنان، حيث يقوم بتنظيم كافة جوانب حياته المهنية من ترتيب حفلاته الفنية إلى التعامل مع الإعلام والجمهور. فإدارة الأعمال هي التي تتكلف بتسيير الأعمال اليومية والتخطيط للظهور الإعلامي وتسويق صور وأعمال الفنان بطريقة احترافية. وابتسام تفتقر للتعليم الأكاديمي في هذا المجال. وعلى العموم تعتبر هذه سقطة من دنيا باطمة وصفقة غير موفقة ولا تعيد بالكثير. وجمهور دنيا باطمة يتمنى لها أن تجد إدارة أعمال قادرة على أن توصلها لأعلى المراتب في سلم النجاح، وليست إدارة أعمال هاوية غير قادرة على إفادة دنيا باطمة كفنانة بأي شيء، فهي فقط المستفيدة في هذه الصفقة.